النهاردة هنتكلم عن استراتيجيات الشتاء للمحافظة على الوزن والطاقة. ليه التقليل الشديد في الأكل ممكن يوقف الحرق؟ كل ما تقلل أكلك أكتر كل ما الحرق بيقف. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وكبار سن وذوي أمراض مزمنة. علشان جسمك مش آلة حرق، جسمك ده كائن ذكي جدا. ربنا خلقنا ان اهم حاجة عنده يحافظ على الحياة. لما بتقلل الاكل زيادة عن اللزوم جسمك بيحس ان هو داخل على مرحلة خطر او مجاعة، فدايركت بيروح موقف الحرق عشان يحافظ على الطاقة اللي داخلاله. هو مش عارف انت هتدخله سعرات تاني امتى، فبالتالي هو ترجم قلة الاكل ده ان انت مدخله في مجاعة، وهو لازم يحافظ على الحياة. ربنا خلقنا ان الجسم كائن ذكي بيحافظ على حياتك. علشان كده في ناس كتير قوي بتدخل دايت جامد وفجأة الحرق بيقف في الجسم والوزن بيثبت. احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي، احنا مش عايزين نقاوم الجسم، احنا عايزينه يكون معانا، بيتعاون معانا، صح كده؟ طيب نصيحة واحدة بس ليك النهاردة، كل اللي يشبعك مش اللي يعمل قلق لجسمك. اكتبولي في الكومنتات حصل معاك ثبات في الوزن مع انك بتعمل دايت قاسي، واستنوني في الحلقة الجاية هنتكلم عن اشارات جسمك ليك ان انت مجهد، وهل ده هيأثر على الوزن ولا لا.